السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا هعمل صينيه سمك. انا جايبه مكاريل. المكاريل ده اللي هو اصلي، انا غسلاه ومنضفاه زي الفل اهو، ومقطعاه كده. انا هعمله المره دي بطوله كده على بعضه، مش هقطعه. وعندي سمك بولتي. البولتي ده برضه انا جايباه ومنضفاه اهو. بس ده انا بجيبه وبشيله في الفريزر، زي اللي بيتفرج عليا طبعا هو عارف الموضوع ده. انا بشيله ومره تانية بطلعه وبعمله في يوم تاني. صينيه المكرونه اللي بقى هتعوز معايا ايه؟ انا عامله بطاطس، مقطعه بطاطس، وهنا حاطه فلفل حامي ومقطعه طماطم، والمعلقه دي من الخلطه بحطها عليها، وحاطه عليها 4 ليمونات كبار عصرهم عليها. وهي ناقصه بس شويه الخل بحطهم في الاخر. هنا الخلطه بتاعتها دي اللي انا بعملها دايما للبتنجان. انا بعملها وبشيلها في الفريزر، بتنفعني بقى في الوقت اللي زي ده. دي عباره عن ايه؟ عن ملح وشطة وكمون وتوم وليمون وفلفل حامي وشوية خل. أنا بعملها للبتنجان وما بحطش ملح كتير. لما باجي أعمل السمك بزودها ملح وبزودها كمون وشوية شطة وشوية خل وبحط عليها ليمون. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. أنا هنا تبلت السمك اهو. أنا عامله له فتحات عشان تخش فيه التتبيلة. وكمان البولت اهو تبلته. وهبتدي اعمل بقى صينيه السمك. هو المفروض تسيب السمك شويه يتبل، بس انا مستعجله عليه فانا مزوده له الملح شويه عشان يتطعم. هجيب الصينيه بقى وهشوف اعمل ايه. انا جبت الصينيه اهي، هحط فيها البطاطس. بسم الله. البطاطس تحتها بتبقى حلوه وجميله وما فيهاش حاجه زفره، يعني مفيش زفره خالص فيها. الناس اللي بتعتقد ان البطاطس تحت بتبقى زفره وكده، هي ما بيبقاش فيها. انا من زمان جدا انا بعملها حلوه وجميله وبتفتح النفس الحقيقه. اهو كده. متقطعيش البطاطس تخينه قوي يعني عشان تستوي معاكي، لان السمك ما بياخدش وقت. هجيب بقى السمك وارصصه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحطه بحاله كده. بسم الله. السمك التاني كده بالشكل ده كده. بالشكل ده. انا هنا بقى حطيت، بس انا اشيل ده كده. انا هنا حطيت شويه خل صغيرين، حطيت معلقتين عشان الحق ان انا ايه لما تستوي تتبل منها كويس اهي. وبعدين بقى عشان خاطر البطاطس كمان تطعم. بسم الله. افردها بقى عشان كله ياخد من طعم بعضه. الفلفل بيخليها جميله ما تكون مشطشطه. كمان هي صينيه السمك بتبقى عايزه ايه؟ بتبقى حاميه شويه يعني بالمنظر ده كده. وهحط لها كمان شويه زيت مش كتير، لان المكاريلي بيبقى ايه، هو ما شاء الله كبير وبيبقى فيه دهون. انا هحط شويه صغيرين. لو انت مش عايزه تحطي خالص ما تحطيش، بس بصراحه انا بحب اغمز الزيت بتاعها ده من تحت. بسم الله كده حبايبي، يعني مش كتير، بس كده اهي. واحط لها بقى كوبايه ميه واحطها على النار فوق تغلي غلوتين، وبعدين احطها في الفرن تستوي وتتحمر. وانا حطيتها على النار. بصوا هي بتغلي من الجوانب ازاي اهي. اهي هسيبها تغلي غلوتين وانا مشغله الفرن يسخن، وبعدين احطها على الشبكه فوق الصاج، مش على الصاج على طول، على الشبكه فوق الصاج عشان تستوي كويس وتحمر. هي غلت اهي من كل مكان. هحطها بقى ايه في الفرن. لو عايزه تسويها من فوق عادي سويها عادي، يعني هي غليت كده هدي بقى عليها النار عشان تستوي كويس. انما هي عادي انا بحطها بس عشان وشها كمان يحمر. بالهنا والشفا.
انا كده طلعتها من الفرن اهي بعد ما استوت. شوفوا لونها حلو ازاي اهي. والبطاطس كمان استوت. انا حطيتها على نار عاليه وبعدين هديت عليها النار برضو عشان تستوي البطاطس كويس. السمك كده كده بيستوي على طول، هو ما بياخدش سوا اهي. والهنا والشفا. انا هعمل بولتي مقلي اهو. انا طلعته وفكيته. وهعمل بصل، رز بالبصل. طبعا انا بحط بصل كتير. البصله دي عشان احطها بالسلطه، عشان هعمل رز وسلطه. ادي الرز اهو. هعمل رز وسلطه وسمك مقلي. انا عندي هنا دقيق ما فيهوش اي حاجه خالص، لان انا بتبل السمك كويس، فما بحتاجش ان انا اتبل حاجه ولا احط ملح ولا حاجه في الدقيق. فانا هحطه كده واقلبه كده وانفضه. طبعا مش عارفه انفضه كده اهو بايدك عشان تنزلي الدقيق الزياده، واحطه في الزيت وهو سخن. ادي هنا البصل اهو. انا حطيت البصل، حطيت شويه زيت. حطي الزيت قليل يعني زيت معقول، لا كتير قوي ولا قليل قوي عشان ما يبقاش عايم في الرز ويجزع النفس. حطيت البصل اهو كمان وهسيبه لغايه ما يتحمر. وانا عندي الزيت اهو اللي هقلي فيه السمك. هنا الزيت سخن اهو اهو. طالما دي عمل كذا الفوران يبقى هو ايه سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حط بقى السمك. بسم الله اهو. هقليه بقى واكمل انا وفي الاخر هوريهولكم. ما تقلبيش السمك على طول، لازم السمكه تعمل من تحت كده طبقه ان هي تنشف شويه، وبعد كده قلبيها على الناحيه التانيه، لان لو قلبتيها كده على طول هتتهري منك وهتقطع منك. البصل اهو احمر لما سنه صغيره وهتحرقيه عشان ما يمرقش منك. هو كده لونه حلو كفايه قوي. حط عليه ميه. بسم الله. وهحط عليه، انا بحط فلفل اسود فيه وبحط ملح وفلفل وكمون، واسيبهم يغلوا شويه على النار قبل ما اغسل الرز، عشان البصل ده لما يغلي شويه على النار ما يبانش في الرز قوي. يعني لما تيجي تاكلي الرز هتلاقيه عادي، مفيهوش بقى حتت طالعه كده وعامله كده في الرز. وادي السمك اهو. انا طلعت طاسه، ودي الطاسه التانيه على النار اهي. هعمله كله بقى واوريهولكم في الاخر. ده انا مش